ايه كلها سعر واحد؟ فراني عند الله دي اي شنطه هنا العرض ده 250 في شنطه مستورده وفي عندك هنا مصري عشان ما يضحكش على الناس. تمام. في مصري ب 100 في مصري وفي مستورد. يعني المصري ب 130 جنيه. 130 جنيه. لا اسعار حلوه بقى، بتعمل لهم تخفيض بقى. حلو. تمام. بنعمل نظارات نظر تركيب عدسات وعدسات ضغط في شراب طبيه وشراب اطفال في كل حاجه. اسم المحل ايه طبعا عشان المتابعين؟ نظاره عمار. تمام. انت قلت اسعار اللينس كام؟ 150 جنيه. يعني ماركه حلوه جميله ما شاء الله. ماشي. النظارات كلها اشكالها حلوه اهي. بصوا جميع الاشكال والالوان ما شاء الله. يا مساء الفل، يا مساء السعاده، يا مساء كل حاجه حلوه على عيونكم يا احلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. خلاص رمضان خلص، احنا بنودع شهر الخير بجد، يعني احلى شهر في السنه خلاص بيخلص ويجري بسرعه، والعيد داخل علينا. كل سنه وانتم طيبين، وكحك العيد بقى وهدوم العيد اللي دخنا عليها. عايزه اقول لكم ان انا متاخره عليكم في الفيديوهات، لان انا كل يوم بنزل دوخوني عيالي، دوخوني على لبس العيد بجد. الاسعار صدمه. عايزه اقول لكم ان انا نزلت كذا مكان، مش النهارده بس، انا كل يوم بنزل، بس انا النهارده قلت اخد لكم لقطات سريعه كده بالاسعار، يعني جوله سريعه. هنشوف مع بعض اللبس، هنشوف البيجامات البيت، هنشوف النضارات، ان الاختراع الجديد اللي بيلبسوا نضارات بالليل دي مش فاهمه ليه. المهم هوريكم كل حاجه. احنا دلوقتي في مصر الجديده، تعالوا نشوف بقى. نخش الاول على محل الشنط، نشوف اسعار الشنط ايه بجد. اسعار حلوه قوي. بصوا احنا دلوقتي في سرايا القبه، دخلت المنتزه. لسه هنروح مصر الجديده، بس انا قلت واحنا في المنتزه كده لقيت واحد بيبيع اسعار شنط حلوه قوي، عامل عليها تخفيض. الشنطه ب 130 جنيه. قلت اخد لكم بقى جوله كده في المحل واوريكم الشنط، شكلها حلو قوي ما شاء الله، وسعر 130 جنيه حلو. يعني انا بحاول على قد ما اقدر اوريكم الحاجات الرخيصه. وكان بيعمل برفانات كمان، عامل عليها عرض ال3 ازاز ب 100 جنيه، يعني حلو قوي ما شاء الله. المحل اسمه فواحة عطور. الشنطه هنا ب 130 جنيه تخيلي. لا حلو، الاسعار حلوه. لا بس في تخفيضات بقى. 3 ازاز ب 100 جنيه عشان العيد. كل سنه وانت طيب. العيد عاملين 3 ازاز ب 100 جنيه. طب حضرتك استاذ ايه؟ محمد. استاذ محمد بقى يعمل لكم عروض حلوه ايه. طب عايزه اقول لكم بقى ان القسم كان فيه يعني نصين، نص ب 130 جنيه ونص مستورد. هو قال المصري ب 130 جنيه والمستورد كان ب 230 جنيه. يعني في حاجات مستورده وفي حاجات مصري، بس برضو المصري حلو ب 130 جنيه شغال. لاني عايزه اقول لكم ان انا هوريكم دلوقتي، هنخش على مصر الجديده واصور لكم الاسعار. انا بجد رحت اتصدمت بجد من الاسعار. يعني ربنا يعيننا ويعين الناس ويعين الرجاله على مصاريف العيد بقى وحاجات العيد. يعني بجد ربنا يعين كل راجل على بيته وولاده ومصاريفهم. الاسعار غاليه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. انا نزلت اتصدمت بجد. عايزه اقول لكم ان المحل فيه شنط حلوه قوي ما شاء الله، تشكيله حلوه، الوان كتير، الاسود والبني والكافيه، في الوان حلوه قوي، تشكيله بقى عشان العيد، والنبيتي والرصاصي، في الوان حلوه قوي وتشكيله حلوه. وزي ما قلت لكم في المصري وفي المستورد، المصري والمستورد. المستورد طبعا انتوا عارفين بيبقى غالي شويه. وهنا دي برضو شنط الظهر، برضو كان في منها اشكال حلوه قوي ما شاء الله. الجوله بقى انا خدتها لكم على السريع كده، لان الدنيا زحمه موت. عايزه اقول لكم ان زحمه موت موت، ومش اول مره انزل، انا كل يوم انزل دايخه، مفيش لبس حلو والاسعار غاليه جدا. انا مش عارفه في ايه بجد، يعني مش لاقيه حاجه كويسه. عايزه اقول لكم ان انا اتهلكت في الايام الاخيره دي بجد. يعني نزول وطلوع نزول وطلوع، ومش عارفه. طبعا انتوا عارفين بقى البنات وذوقهم، وكل شويه ساندي وملك لا ده مش حلو، ده مش، لا مش عاجبني. دوخوني ال7 دخات بجد والله، تعبت جدا. وطبعا سبت عاصم في البيت مع باباه، ما خدتوش معايا النهارده، والحمد لله انا ما خدتوش لانه كان هيتبهدل معايا. تعالوا بقى نخش محل تاني ونشوف بقى ايه، ونشوف اسعار التيشيرتات الرجالي. هو كان في نفس الصف في المنتزه، عشان الرجاله بجد مهدور حقها، فلازم ايه الشباب والولاد وكده. فانا قلت بقى اعمل لهم جوله كده واشوف التيشيرتات، نشوف القمصان، نشوف اسعارها ايه. كانت الاسعار بتبدا من 150 جنيه بجد حلو قوي. المحل كان عامل تخفيضات حلوه قوي على القمصان زي ما انتم شايفين التيشيرتات. فقلت بقى اصور لكم واوريكم وتاخدوا فكره برضو على الاسعار والالوان والاشكال. المحل كان عامل تخفيضات فبجد حلو قوي. بصوا التيشيرتات دي بروفلات، حاجات حلوه برضو، كان عليها عروض حلوه. والبروفلات اللي هو كان ماسكها دي كان في منها الوان حلوه قوي. كان الواحد ب 250 جنيه، في كذا لون طبعا منها، حاجات تشكيله حلوه، بناطيل، شيميزات زي ما انتم شايفين. كل ده كان عليه تخفيض
بس عايزه اقول لكم ان برضو الاسعار جوه، نخش مصر الجديده دلوقتي وهتشوفوا في اسعار يعني، وفي اسعار يعني عايزه كارد من البنك عشان نشتري بجد والله. يعني ما شفتش كده، مش عارفه هما بيعملوا فينا كده ليه. يعني السنه دي بجد انا اتصدمت بجد صدمه فظيعه. الحاجه اللي كنا بنمشي نلاقيها مثلا ب 100 جنيه دلوقتي وصلت يعني 150 ل 100 جنيه، دي وصلت 1000 جنيه. طبعا انتوا مش هتصدقوني، غير اللي هيصدقني بس هو اللي نزل وشاف الاسعار بجد. يعني ربنا يعيننا جميعا بجد على الغلا اللي احنا فيه ده. وهنا بقى المحل دي التشكيله صورتها لكم، وهنخش بقى نشوف البيجامات دلوقتي. هنروح مصر الجديده اوريكم بقى تشكيله البيجامات البيتي. ده كان اسم المحل، بوريكم اسم المحل. هنخش بقى قسم النضارات عشان ملك بتحب اللينسز والنضارات. عايزه اقول لكم الموضه الجديده ان هما بيلبسوا النضارات بالليل. اقول ايه الموضه الغريبه دي؟ انا مش فاهماها والله. في الافراح بيلبسوا النضارات دي، انا اول مره اسمع. على ايامنا ما كانش في الكلام ده، النضاره هي بتتلبس في الشمس بس. ما علينا. اللينسز كان عامل عليها عرض ب 150 جنيه. النضارات بقى ماركات حلوه زي ما انتم شايفين، تشكيله حلوه قوي، حلوه اهي، جميله ما شاء الله. ومعاها جزء تاني ماشي. والنضارات كلها اشكالها حلوه اهي. بصوا جميع الاشكال والالوان ما شاء الله حلوين قوي، ما شاء الله حلوين قوي. في ترند شي ان، نضاره شي ان حلوين قوي ما شاء الله. هي نضاره ب 200 جنيه وعليها نضاره هديه او كده. تمام. كل سنه وحضرتك طيب، كل سنه وحضرتك طيب، مع الف سلامه. هنا كانت جوله بقى سريعه في المحلات اللي هي في المنتزه في داخل سرايا القبه. محل الشنط والبرفانات، محل هدوم الرجالي، تيشيرتات، بناطيل، قمصان للشباب والولاد. محل النضارات زي ما قلت لكم اللي طالع موضه الغريبه اللي بيلبسوها بالليل دي، انا مش عارفه ايه الموضات الغريبه دي. هنا بقى كنا ماشيين بنتمشى عند المنتزه قبل ما نخش بقى الى المعركه اللي في مصر الجديده. بجد انا حاسه ان الناس كلها ما فطرتش، كلها في الشارع. احنا فطرنا واحنا لابسين. عايزه اقول لكم ان المغرب اذن واحنا لابسين، قلت لهم يخليكم لابسين كده عشان ننزل بسرعه نلحق قبل الزحمه. والله كنا بنفطر بلبسنا، قعدنا لبسنا فطرنا وخدنا بعضينا واحنا لابسين كده جري على المترو على سرايا القبه. يا دوبك عقبال ما مشينا الحته اللي هي من سرايا القبه دي لغايه مصر الجديده، رحنا لقينا مصر الجديده موت. ما تعرفيش تحطي رجلك، البروفه فيها توابير زي شفتوا طابور العيش بتاع زمان بنقف طابور عيش. هنا بقى كنا وصلنا مصر الجديده، لقيت استندات بيجامات بره. طبعا المحلات ما تخشيش، انا بنصحكم ما تخشوش جوه المحلات، ده نصيحه من اخت لاخواتها الاسعار نار. هنا البيجامات بقى كانت بره في الاستندات اللي بره، كانت بتبدا من 150 وانت طالعه 150 200 250. دي الاسعار اللي بره. المحلات بقى حاجه تانية خالص، مالناش دعوه بالمحلات يا جدعان، خلينا في الاستندات اللي بره، اوعى حد يخش المحلات. بصوا بقى كان عنده تشكيله حلوه قوي ما شاء الله، بجد حلوين قوي. طبعا للعرايس للبنوتات للعيد بقى في يوم الوقفه كده تلبسي البيجامات، حلوين قوي. عنده تشكيله جميله يعني، عنده القط وعنده الحمال النص كم وعنده الحمالات، عنده حلو قوي. عنده بكم كمان، في بقى الستان وفي القطن في الفسكوز. وهنا بقى القمصان اللي هي القطن دي وتيشيرتات، عنده حاجات حلوه قوي. حبيت اخد لكم جوله كده، كانت الدنيا لسه رايقه شويه سيكه قبل ما الدنيا تزدحم. وهنا بيجامات شورت دي، ده تيشيرت وتحتيه شورت، برضو عنده تشكيله حلوه قوي منهم. اعذروني بقى على الفيديو السريع ده، انا معرفتش اصور لكم كل المحلات لاني زي ما قلت لكم المحلات كانت ضرب نور. يعني عقبال ما خدت اللقطات دي انا ببص في الحتت اللي بلاقيها لايقه بصور لكم فيها. الزحمه ما كنتش بعرف اصلا امسك التليفون. فطبعا هنشوف احنا هنشتري ايه طبعا، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هوريكم بقى المشتريات اللي احنا اشتريناها والدايره لو ربنا وفقنا يعني اوريكم الحاجات اللي احنا اشتريتها لساندي وملك والعاصم، ان شاء الله اوريها لكم الفيديو الجاي. بس انا خطفت لكم كده فيديو سريع بجوله بسيطه كده تاخدوا فكره عن الحاجات اللي موجوده في مصر الجديده، واقول لكم اصدمكم ان الاسعار مولعه نار. يعني بجد الاسعار ضرب نار زي ما بيقولوا. حتى الكوتشيات، يعني الكوتشيات اللي هي كانت بتحط على الرصيف دي كانت ب 150 جنيه 500 جنيه مقفوله عشان تشتري كوتش. فكل حاجه مولعه. بس هي دي الجوله بتاعتنا. طبعا انا لفيت، مش هي اللفه دي بس، انا قفلت الفيديو ولفيت بقى جوه المحلات. ما كنتش عارفه اصور خالص. هروح بقى اوريكم الحاجات اللي احنا اشتريناها. يلا باي باي.